السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول إعدادي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض مراجعة تاريخ، مراجعة ليلة الامتحان كده. نتذكر مع بعض الشخصيات بما تفسر أهم الدلائل، كل ده نتذكره مع بعض وتبقى مراجعة نشوفها كده ونشوف الفيديو قبل الامتحان، تكون لنا مراجعة ليلة الامتحان. ربنا يوفقكم يا رب، وإن شاء الله نجيب مجموع كويس ونجيب كل اللي احنا بنتمناه، وان شاء الله نجيب مجموع يساعدنا على التفوق وعلى النجاح. نبدأ مع بعض، يلا بسم الله مراجعة التاريخ. اول سؤال معانا هنا اهم الشخصيات. عندنا اهم الشخصيات، عندنا مينا. طبعا مينا قلنا هو حاكم طيبة، وعمل ايه كمان؟ انه وحد مصر، اسس الاسرة الاولى، وكمان بنى مدينة منف ولقب بملك الارضين. ده مين؟ ده مينا. طيب الملك زوسر، زوسر عمل ايه؟ زوسر عندنا اسس الاسرة الثالثة، اول من غير في اسلوب عمارة المقابر، وكمان شيد هرم سقارة المدرج. صح كده؟ كمان عندنا الملك ايه؟ عندنا الملك سنفرو. عمل ايه الملك سنفرو؟ الملك سنفرو ده اسس الاسرة الرابعة، كمان شيد هرمين في دهشور. عمل ايه كمان؟ حكم البلاد 24 عام، 24 سنة فضل يحكم في البلاد. اطلق عليه الملك المحسن المحبوب. اطلق عليه ايه؟ الملك المحسن المحبوب. ده الملك سنفرو. عندنا الملك خوفو. طبعا خوفو ده ابن سنفرو. خوفو عمل ايه؟ بنى الهرم الاكبر، يبقى خوفو شيد الهرم الاكبر. بعد كده عندنا خفرع. خفرع ده ابن خوفو. طيب خفرع عمل ايه؟ عمل ان هو بنى الهرم الاوسط، هو اللي بنى الهرم اللي في الوسط كده، الهرم الاوسط. مش بس كده، ده عمل ايه كمان خفرع؟ ده امر بنحت تمثال ابو الهول. كمان عندنا الملك منقورع. الملك منقورع ده ابن خفرع، يبقى كده واخدين من الاب للجد للجد للاحفاد. سوري، من الاب، من الجد للاب للاحفاد. منقورع عندنا ده ابن خفرع، ده اللي بنى الهرم الاصغر. بعد كده عندنا أسر كاف. أسر كاف ده كبير كهنة الإله رع، ده أكبر كاهن أو أكبر كاهن في كهنة الإله رع. كمان أسر كاف عندنا أسس الأسرة الخمسة. بعد كده عندنا بيبي الثاني. بيبي الثاني عمل إيه؟ عمل إن في عهده انهارت سلطة الحكومة المركزية. في عهده كده الحكومة المركزية عندنا انهارت. ابن محات الاول ده وزير لاخر ملوك الاسرة ال11. ابن محات الاول ده كان وزير اخر ملوك الاسرة ال11 او الحادية عشر. كمان نقل العاصمة من طيبة الى اسيت ثواي. كمان اسس اسوار ابن محات المبجل. كل ده عمله الملك ابن محات الاول. بعد كده عندنا الملك سنوسرت الثالث. سنوسرت الثالث عمل ايه؟ طبعا سنوسرت الثالث حفر قناة من اسمه. قناة ايه؟ قناة زيزوستريس. قناة سيزوستريس ده اللي بناها الملك سنوسرت الثالث. كمان شيد او بنى قلعتين، قمنة وسمنة. قمنة وسمنة مين اللي بناهم او شيدهم؟ ده الملك سنوسرت الثالث. عندنا بعد كده ابن محات الثالث، وده احد ملوك الاسرة الثانية عشر، احد ملوك الاسرة ال12، اللي هو ابن محات الثالث. ده اللي اقام او بنى سد اللاهون، وكمان عمل مقياس للنيل، وهرم فيه هورة، وكمان معبد اللابرانت اللي هو الضخم. كل ده عمله مين؟ عمله ابن محات الثالث. عندنا بعد كده الملك سكنن رع. الملك سكنن رع ده كان امير طيبة، ده اللي قاد المرحلة الاولى ضد الهكسوس وقتل فيها. لما يجيلنا سؤال من هو قاد المرحلة الاولى ضد الهكسوس وقتل في المعركة؟ طبعا ده الملك سكنن رع. كاموس. كاموس ده كان ابن سكنن رع، وده اللي بدأ يكمل
قيادة المرحلة الأولى ضد الهكسوس. بس ايه اللي حصل له؟ ان هو برضه استشهد زي والده قبل التحرير. تمام كده؟ طيب أحمس طبعا عرفنا ان هو ابن سكننرع. طب عمل ايه أحمس؟ ان هو قام بتسليح جيشه بالعجلات الحربية. وعمل ايه كمان؟ انه طبعا حارب الهكسوس وهزمهم وأسس الدولة الحديثة. يبقى أحمس قلنا ده ابن سكننرع، سلح الجيش بالعجلات الحربية، حارب الهكسوس وهزمهم، وكمان يعتبر هو مؤسس الدولة الحديثة. إياه حتب بقى دي زوجة سكننرع وأم كاموس وأحمس. كاموس وأحمس إخوات. أمهم مين بقى؟ أمهم إياه حتب وأبوهم سكننرع. وطبعا ده له أو ليها دور مهم جدا في التحرير من الهكسوس، لأن هي كانت بتشجع ولادها بعد وفاة والدهم إن هم يحاربوا الهكسوس. عندنا بعد كده الملكة حتشبسوت. الملكة حتشبسوت دي حكمت مصر أكتر من 20 عام. أقامت مسلتين في معبد الكرنك. عملت مسلتين كده بمعبد الكرنك. كمان أرسلت رحلتين إلى بلاد بنط. يبقى الملكة حتشبسوت هنقول حكمت مصر أكتر من 20 عام. أقامت مسلتين كده أقامتهم حتشبسوت. أرسلت رحلتين لبلاد بنط. تحتمس الثالث ده أقام أقدم إمبراطورية في التاريخ. أقدم إمبراطورية في التاريخ أقامها تحتمس الثالث. كمان أنشأ أسطول قوي، انتصر على أمير قادش في معركة جادو. كل ده عمله مين؟ عمله تحتمس الثالث. ابن حتب الرابع اللي هو أخناتون ده بنى مدينة أخيتاتون. تولى الحكم وهو عنده 16 سنة. كمان دعا إلى عبادة الإله آتون اللي هو عبادة إله واحد، وكمان رمز ليه بقرص الشمس. توت عنخ آمون طبعا ده تولى الحكم بعد حكم أخيتاتون، وأعاد العاصمة طيبة، وأعاد عبادة الإله آمون. كل ده عمله مين؟ ده عمله توت عنخ آمون. بعد كده عندنا رمسيس الثاني ده أشهر ملوك الأسرة 19. كمان شيد أو بنى معبد أبو سمبل. كمان خاض معركة قادش ضد الحيثيين. عقد معاهدة سلام معهم. بنى كمان بهو الأعمدة بمعبد الكرنك. ده رمسيس الثاني. طب رمسيس الثالث؟ رمسيس الثالث عندنا هو المؤسس الحقيقي للأسرة 20 وآخر الفراعنة. كمان نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط وتصدى لقوات الليبيين. نركز كده ونعرف الفرق ما بين رمسيس الثاني وما بين رمسيس الثالث، ناخد بالنا ما بينهم عشان ما نتلخبطش. تمام كده؟ طيب بعد كده عندنا ابسماتك الأول ده كان أمير مدينة سايس. أسس الأسرة 26. طرد الآشوريين من مصر. ضم إقليم أنف إلى حكمه. كل ده ابسماتك الأول. نخاو أعاد حفر قناة سيزوستريس. أعاد الحفر تاني وتولى الحكم بعد ابسماتك الأول. عمرو بن العاص طبعا هو اللي تم الفتح الإسلامي لمصر على يده عام 641 ميلاديا وخلص مصر من حكم الرومان. طيب يبقى احنا كده عرفنا الشخصيات، عرفنا كل الشخصيات الموجودة عندنا في منهج التاريخ، فنركز قوي على الشخصيات ونعرف كل ملك او كل شخصية عملت ايه اهم اعمالها لما يجي لنا السؤال من هو، وهيجي لنا في الاختيارات، هيجي لنا صح وغلط، هيجي لنا في اختيار مما متعدد او اختيار الكلمة المناسبة. كل ده هيجي لنا. اغلب الاسئلة طبعا بتبقى من الشخصيات، فنركز على السؤال ده ونعرف كل ملك وكل شخصية اهم اعمالهم وعملوا ايه. السؤال الثاني عندنا وهو اهم التفسيرات. عاش المصري القديم في العصر الحجري القديم حياة التنقل فوق الهضاب. ليه؟ بما تفسر.
طبعا هيبقى من أجل جمع البذور والثمار وصيد الحيوانات والطيور، وكمان إن ترك المصري القديم الهضاب ونزل إلى الوادي بسبب حلول الجفاف. يبقى ده السؤال اللي بيقول ليه المصري القديم عاش حياة تنقل وترحال فوق الهضاب. طبعا عشان قلنا بسبب ان هو كان بيجمع الثمار وبيصطاد الحيوانات والطيور، فعشان كده كان عايش حياة تنقل وترحال. كمان لما بدأ يحل الجفاف وبدأ يبقى فيه جفاف فوق الهضاب، نزل المصري القديم إلى الوادي وترك الهضاب. السؤال الثاني عندنا أهمية معرفة الزراعة للمصري القديم. أهمية معرفة الإنسان للمصري القديم للزراعة. المصري القديم عرف الزراعة. طب ليه الزراعة كانت مهمة ليه؟ طبعا لأن الزراعة ساعدت المصري القديم على إنتاج المحاصيل وإنه يعيش حياة الاستقرار بدل من حياة التنقل. عشان كده عندنا إن الزراعة كانت مهمة جدا جدا للمصري القديم. السؤال اللي بعد كده ظهور المدن في مصر القديمة. المدن ظهرت عندنا في مصر القديمة ليه؟ طبعا ظهرت المدن بسبب اتساع القرى وكثرة عدد سكانها. ان بدأ القرى بقى عددها يكبر يكبر يكبر، فلما بقى العدد كبير فظهر عندنا المدن. وطبعا العدد كبر ازاي؟ كبر بسبب كثرة عدد السكان، بقى في عدد كبير من السكان، فعشان كده اتسعت القرى وكثرت عددها فظهرت عندنا المدن. يطلق على الدولة القديمة عصر بناة الأهرام. الدولة القديمة بيطلق على عهدها أو على عصرها عصر بناة الأهرام أو الأهرامات، طبعا بسبب كثرة ما بناه ملوكها من أهرامات ضخمة. بسبب إن الملوك في العهد ده أو في العصر ده بنوا عندنا أهرامات كبيرة وضخمة، فسمي هذا العصر أو أطلق على هذا العصر بعصر بناة الأهرامات. السؤال اللي بعد كده حرص المصريون القدماء على بناء الأهرامات. المصريون القدماء حرصوا على بناء الأهرامات طبعا قلنا بسبب اعتقادهم في البعث والخلود، فعشان كده بنوا الأهرامات دي كمثابة مقابر لهم. يبقى المصريين القدماء حرصوا على بناء الأهرامات، يبقى هنقول بسبب اعتقادهم في البعث والخلود فبنوها كمقابر لهم. أطلق المصريون على الملك سنفر المحسن المحبوب. ليه المصريون أطلقوا على الملك سنفر المحسن المحبوب؟ هنقول لأن فترة حكمه تميزت بالاستقرار وبالعدالة، فعشان كده المصريون أحبوه وأطلقوا عليه المحسن المحبوب. اللي بعد كده يعد الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا. طبعا ليه؟ لأنه بيتميز ببراعة هندسته، فخامة أو ضخامة حجمه، وكمان ارتفاعه. يبقى الهرم الأكبر يعتبر أحد عجائب الدنيا لأنه يتميز ببراعة هندسته، ضخامة حجمه، وارتفاعه. ضعف وانهيار الدولة القديمة في مصر الفرعونية. طبعا عندنا الدولة الفرعونية، الدولة القديمة في مصر الفرعونية كانت ضعيفة وكمان كان فيها انهيار. ايه السبب؟ السبب بسبب ضعف هيبة الملوك، تفكك وحدة البلاد، ازدياد نفوذ حكام الأقاليم، انهيار سلطة الحكومة المركزية. كل الأسباب دي أدت لإيه؟ أدت لضعف وانهيار الدولة القديمة في مصر الفرعونية. السؤال اللي بعد كده دلل أو ما الدليل؟ مر التدرج نحو الوحدة السياسية في مصر قديما بعدة مراحل. ايه الدليل عندنا؟ الدليل عندنا ان ظهرت القرى ثم المدن ثم الأقاليم وبعد كده تحققت عندنا الوحدة الأولى. يبقى ما الدليل على ان مرت الوحدة السياسية أو التدرج نحو الوحدة السياسية في مصر بعدة مراحل. السؤال الثاني اختلف اسلوب عمارة المقابر الملكية في الأسرة الثالثة. الدليل عندنا ايه؟ الدليل عندنا ان تحولت من مصطبة، الاول كانت المقابر عبارة عن مصطبة واحدة، تمام، يعني مصطبة واحدة كده، بعد كده اصبحت 6 مصاطب، يعني عبارة عن هرم مدرج. اهتم الملك سنفرو منذ بداية حكمه
بشؤون مصر الداخلية والخارجية. الدليل عندنا ان طبعا حيث أمن حدود مصر الجنوبية، وكمان أمن حدود مصر الشرقية، واهتم باستخراج النحاس والفيروز، واعتنى بالتجارة الخارجية. كل دي دليل على ان الملك سنفرو من اول ما مسك الحكم اهتم بشؤون مصر الداخلية والخارجية. تميز عهد الملك منقورع بالحرية الدينية. الدليل طبعا ان حيث مارس الشعب المصري شعائره الدينية بحرية، كان بيمارس الشعب المصري الشعائر الدينية بمنتهى الحرية في عهد الملك منقورع. كانت لأسرة أهانيس كان لأسرة أهناسيا دور عظيم في مصر أثناء الإضمحلال الأول. الدليل عندنا إيه؟ إن كانت أسرة أهناسيا ليها دور عظيم في مصر لما كان في إضمحلال أول. هنقول طبعا حيث قامت بطرد الغزاة وإعادة الاستقرار للبلاد. قامت بطرد الغزاة وإعادة الاستقرار للبلاد. ازدهرت الزراعة في عهد الملك النمحات الثالث. هنقول الدليل حيث وجه اهتمامه للتنمية الزراعية، فأقام سد اللاهون ومقياس النيل. تأثر الهكسوس بالحضارة المصرية القديمة. طبعا هنقول حيث تلقبوا بألقابهم، لبسوا ملابسهم، تحدثوا بلغتهم. كل ده دل على ان الهكسوس تأثروا بالحضارة المصرية القديمة. كانت الملكة إياه حتب رمزا للوطنية في مصر الفرعونية. طبعا عندنا لان هي اللي شجعت ابنها أحمس على تحرير البلاد من الهكسوس. شجعت ابنها أحمس على تحرير البلاد من الهكسوس. تميز عهد الملكة حتشبسوت بالرخاء الاقتصادي، بالرخاء وبالسلام. هنقول حيث اهتمت الملكة حتشبسوت اهتمت بالتشييد والبناء. ازاي؟ قلنا اقامت مسلتين في معبد الكرنك، اقامت كمان رحلتين تجاريتين الى بلاد بند. ده بيدل على ان عهد الملكة حتشبسوت تميز بالرخاء وبالسلام. برع الملك تحتمس الثالث في مجال الإدارة. هنقول حيث وطد علاقته بملوك وحكام البلاد المجاورة. كان في علاقة كويسة ما بينه وبين حكام البلاد المجاورة. اختلفت اهتمامات الملك امنحتب الرابع عن بقية الملوك. هنقول حيث أنه قام بأول ثورة دينية نادى فيها بعبادة الإله آتون، يعني عبادة إله واحد وهو الإله آتون. اهتم رمسيس الثاني بالأعمال العمرانية حيث شيد 6 معابد أشهرهم معبد أبو سمبل. بنى بهو الأعمدة بمعبد الكرنك. أقام عدة من المسلات. كل ده بيدل على اهتمام الملك رمسيس الثاني بالأعمال العمرانية. استرد أبسمتك الأول لمصر حريتها وقوتها الاقتصادية. الدليل عندنا ان هو كون جيش قوي، طرد الآشوريين، عمل على تنمية التجارة الخارجية. تميز عهد الملك نخاو بالكشوف الجغرافية حيث أرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول أفريقيا لمدة 3 سنوات. فكان ده بيتميز عهده ان هو بدأ يكتشف بالكشوف الجغرافية. كان هناك شروط لاختيار الوزير. هنقول طبعا إجابة صحيحة أو نعم، يعني هو بيسألنا هنا كان هناك شروط كان هناك شروط لاختيار الوزير. طبعا. ازاي؟ كانت ايه هي الشروط؟ الشروط عندنا كانت السيرة الحسنة، العدل، الحكمة، العلم، الخلق الطيبة، الخبرة الواسعة، حسن تصريف الأمور.
عرفت مصر وجود نظام الإدارة المحلية قبل وحدة البلاد. هنقول حيث كان لكل إقليم حاكم مستقل كان بيدير شؤون الإقليم. نبغ المصريون القدماء في مجال الحرب حيث أقاموا القلاع والحصون، قسموا الجيش إلى قلب وجناحين، ألبسوا الجنود ملابس قصيرة، كمان أول من اخترعوا حرب المفاجأة. يبقى تاني الدليل إن المصريين القدماء نبغوا في مجال الحرب عملوا إيه؟ أقاموا القلاع والحصون، قسموا الجيش لقلب وجناحين، لبسوا الجنود أو ألبسوا الجنود ملابس قصيرة، أول من اخترعوا حرب المفاجأة. اهتم المصريون القدماء بشؤون الري حيث حفروا القنوات وشقوا الترع وأقاموا السدود. حفروا قنوات، شقوا الترع وأقاموا السدود. يعد الملك تحتمس الثالث صاحب عقلية عسكرية متميزة، طبعا لأنه أول من أقام أقدم إمبراطورية في التاريخ، انتصر على أمير قادش في معركة مجدو، وكمان أنشأ أسطولا قويا. شهرة الملك توت عنخ آمون. الملك توت عنخ آمون عندنا اشتهر بإيه أو سبب شهرته إيه؟ سبب شهرته أو بسبب اكتشاف مقبرته اللي بتدل على عظمة الفن المصري. بسبب اكتشاف مقبرته اللي بتدل على عظمة الفن المصري. يعد عهد الملك رمسيس الثاني عهد حرب وسلام. ايه الدليل؟ طبعا الدليل عندنا انه عهد حرب لانه خاض معارك ضد الحيثيين وانتهت بالانتصار على انتهت بالانتصار، فعشان كده عهد حرب. عهد السلام لانه عقد معاهدة سلام مع ملك الحيثيين. يبقى عهد حرب لانه خاض معارك ضد الحيثيين وانتهت بالانتصار. عهد سلام بقى لانه عقد معاهدة سلام مع ملك الحيثيين. يعد الملك رمسيس الثالث اخر الفراعنة العظماء او العظام. طبعا عندنا لانه رمسيس الثالث نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط وكمان تصدى القوات الليبيين. يبقى رمسيس الثالث عمل ايه؟ نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط وتصدى القوات الليبيين. تعرض الدولة الحديثة للضعف والانهيار. طبعا بسبب ضعف، ما دام ضعف يبقى ضعف، بسبب ضعف الملوك وازدياد نفوذ الكهنة. اهتمام الملك ابسماتك الأول بتكوين جيش قوي. هنقول كي يسترد لمصر حريتها واستقلالها من الآشوريين. أطلق المصريون القدماء على فرعون لقب الملك المقدس. ليه أطلق كده على الفرعون لقب الملك المقدس؟ هنقول لأنه كان بيجمع في يده أو في يديه كل السلطات الدينية والدنيوية، يعني كان كل حاجة في ايديه سواء في الدين او في الدنيا. ظهور منصب الوزير في مصر الفرعونية بسبب زيادة مسؤوليات الفرعون. أهمية وظيفة حاكم الإقليم في مصر بعد تحقيق الوحدة. هنقول لأنه كان بينوب عن الملك في إدارة الأقاليم أو في إدارة الإقليم. كانت وظيفة الكاتب من أهم وظائف مصر الفرعونية لأن اختيارهم كان بيتم بين المتعلمين النابغين منهم، وكمان كانوا بيرقون إلى مناصب عليا في الدولة. لم يكن للمصريون القدماء دعاة حرب. المصريين القدماء ما كانوش دعاة حرب. ليه بقى أو إيه الدليل؟ الدليل عندنا لأنه شعب بيفضل الحياة الهادئة ولم يكن في حياتهم ما يدفعهم إلى القتال. اهتمام المصريين القدماء بتكوين جيش نظامي، طبعا لكي يقوم بتحرير البلاد من المعتدين وكمان لتأمين حدود البلاد وتكوين إمبراطورية واسعة
شملت مصر وبلاد الشام. ابتداء الجنود الملابس القصيرة في مصر الفرعونية. ليه كانوا بيلبسوا الجنود الملابس القصيرة؟ طبعا حتى تسهل لهم أو تسهل لهم حرية الحركة أثناء القتال. اهتمام المصريين القدماء بتكوين أسطول حربي. طبعا اهتموا ان هم يكونوا أسطول حربي عشان يدافع او بهدف الدفاع عن سواحل مصر وموانيها. تعد الآلهة عند المصريين القدماء تعدد الآلهة عند المصريين القدماء. الآلهة عند المصريين القدماء كانت متعددة لأن مصر قبل توحيدها كانت مقسمة إلى عدة أقاليم، وكان لكل إقليم إله خاص به. ترحيب الملوك في مصر الفرعونية بتعدد الآلهة حتى لا تترك السلطة الدينية في يد كهنة إله واحد، عشان السلطة كده ما تبقاش في إيد إله أو في كهنة إله واحد. تشييد أخناتون المعابد المفتوحة. أخناتون ليه شيد أو بنى المعابد المفتوحة حتى ينظر إلى الشمس التي اعتبرها رمزا للإله آتون، حتى كده إن هو يبص للشمس اللي اعتبرها إن هي رمز للإله آتون. اهتمام المصريين القدماء بتحنيط جثث موتاهم بسبب اعتقادهم في البعث وفي الخلود. بسبب اعتقادهم بالبعث وبالخلود. أهمية نبات البرد في مصر الفرعونية. هنقول لأن المصري القديم صنع من ورق البردي، صنع منه إيه بقى؟ صنع منه الورق والقوارب والحبال والحصير. لأن المصري القديم صنع من ورق البردي الورق والقوارب والحبال والحصير. أهمية نهر النيل في التجارة الداخلية في مصر الفرعونية. نهر النيل كان مهم في التجارة الداخلية في مصر الفرعونية. الدليل عندنا طبعا ان نهر النيل كان يمثل شريان المواصلات الأولى في نقل البضائع من مدينة لأخرى داخل مصر. ان هو كان بيمثل كده الشريان او المواصلة الأولى في ان هما بينقلوا البضائع من مكان للتاني داخل مصر. عمل المصري القديم منذ فجر التاريخ بالتجارة. طبعا حيث عرف نظام المقايضة ثم عقود البيع والشراء والسجلات. تنوعت طرق نقل البضائع عند المصري القديم. ان عندنا طرق نقل البضائع تنوعت ازاي؟ ان كان في الطرق المائية لسه قايلينها باستخدام القوارب، والطرق البرية باستخدام الدواب. نشطت حركة التجارة الخارجية في مصر الفرعونية. هنقول حيث كونت مصر علاقات تجارية مع كل من بلاد فينيقيا وبلاد بونت. كده خلصنا الدليل. نيجي على سؤال بعد كده وهو ماذا كان يحدث إذا لم يحل الجفاف بالهضاب في العصر الحجري القديم؟ ايه اللي كان هيحصل لو ما كانش فيه جفاف حصل فوق الهضاب؟ طبعا اللي كان هيحصل ان كان هيستمر المصري القديم انه يعيش فوق الهضاب وما كانش هيعرف الزراعة. لم يستخرج المصري القديم المعادن. هنقول استمر في صنع ادواته من الاحجار. كمان لم يسير نحو التطور الحضاري. لم يعتقد المصري القديم في البعث والخلود. هنقول لم يقم بتحنيط الجثث ولم يقم بتشييد المقابر مثل الأهرامات. طيب كان الملك بيبي الثاني من الملوك الأقوياء. اللي كان هيحصل أو ماذا يحدث إذا؟ هنقول لم تضعف سلطة الحكومة المركزية وبالتالي لا تتفكك وحدة البلاد. فشل أمراء طيبة في تطوير أسلحة الجيش المصري. هنقول اللي كان هيحصل إن لم يستطيع المصريون القدماء الانتصار على الهكسوس.
لم يستورد المصري القديم الأخشاب من الخارج. هنقول طبعا لم يصنع الأبواب والتوابيت والأساس والصناديق والسفن، ما كانش هيصنع كل ده من الخشب. السؤال اللي بعد كده، ما أهم النتائج أو ما النتائج المترتبة على نزول المصري القديم إلى وادي النيل في العصر الحجري الحديث؟ طبعا النتائج اللي ترتبط على نزول المصري القديم لوادي النيل: عرف المصري القديم الزراعة وكمان تربية الحيوانات، وصنع النسيج والأواني الفخارية، وأقام المساكن والمقابر. عدم استمرار الوحدة الأولى لمصر التي تمت عام 4242 قبل الميلاد ترتب عليه انقسام البلاد لمملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. تحقيق الوحدة على يد الملك نارمر أو الملك مينا. قام الملك مينا ببناء عاصمة موحدة وتأسيس أول أسرة فرعونية. ازدياد نفوذ كهنة الإله را في مدينة هليوبلس في أواخر عصر الأسرة الرابعة. النتائج اللي ترتبط على كده ايه؟ ترتب على ذلك اسقاط الاسرة الرابعة، تولي اسر كاف حكم مصر، وتأسيسه للاسرة الخامسة. حفر قناة سويس. هنقول زيادة الصلات التجارية لمصر مع فلسطين ومع سوريا، وكمان مع جزر البحر المتوسط وبلاد بونت. النتائج المترتبة على ضعف ملوك الدولة الوسطى بعد الملك منمحات الثالث، سقوط الدولة الوسطى، وانتهاء عصر الرخاء الاقتصادي. النتائج المترتبة على ثورة أخناتون الدينية، صار ضده كهنة الإله آمون وكانت الآلهة الأخرى في مصر. تولى توت عنخ آمون حكم مصر. هنقول ان هو اعاد الى عبادة آمون مكانتها، وكمان اعاد عاصمة البلاد الى طيبة. عقد رمسيس الثاني معاهدة سلام مع ملك الحيثيين. هنقول ادى الى توقف الحرب بينهما واعادة العلاقات الودية بينهم. طيب، النتائج المترتبة على غزو الفرس لمصر عام 525 قبل الميلاد. قضوا على الأسرة السادسة والعشرين وحكموا البلاد. إنهم قضوا على الأسرة 26 أو السادسة والعشرين وحكموا البلاد. النتائج المترتبة على الفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص عام 641 ميلاديا. تخليص مصر من حكم الرومان. عمرو بن العاص خلص مصر من حكم الرومان. إنشاء أسطول بحري في مصر الفرعونية. هنقول طبعا النتائج اللي ترتبط عليه: سد المعتادين من جهة البحر، حماية سواحل مصر وكمان موانيها. اعتقاد المصريين القدماء في البعث وفي الخلود. هنقول تحنيط جثث موتاهم ودفن الموتى في قبور حصينة، وكمان تزويد المقابر بالطعام والشراب. النتائج المترتبة على تشييد المصريين القدماء المقابر في الصحراء. ترتب على ذلك ايه؟ هنقول ترتب على ذلك ان ظلت المقابر قائمة او موجودة نتيجة لجفاف الصحراء، بعدوها يعني عن المية. جريان نهر النيل في أرض مصر. هنقول النتائج اللي ترتبط على ذلك: ساهم في تعليم المصريين القدماء زراعة أبارة وتعمير، وكمان أصبح نهر النيل ده شريان المواصلات الأول في نقل البضائع. السؤال الأخير معانا وهو أهم المصطلحات والمفاهيم. حضارة. معنى حضارة يعني إيه؟
الحضارة هي كل ما أنتجه عقل الإنسان سواء ماديا أو أدبيا. طيب عصور ما قبل التاريخ دي عصور ما قبل معرفة الكتابة، وطبعا بتبدأ منذ خلق الله الإنسان إلى أن نجح في معرفة الكتابة عام 3350 قبل الميلاد. عصر بناء الأهرامات ده أطلق على عصر الدولة القديمة. ليه؟ نسبة لكثرة ما بناه ملوكها من أهرامات ضخمة. عصر الإضمحلال ده حالة الضعف اللي بتسود بعض الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف الملوك. طيب يعني قناة سويس دي أقدم طريق مائي حفره المصريون القدماء ليصل بين البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل. غزوة، يعني إيه غزوة؟ هي السير إلى قتال الأهرين وسلب هي السير لقتال الآخرين، المفروض كلمة الآخرين، وسلب ديارهم وأراضيهم. الهكسوس دول قبائل بدوية وفدت من آسيا عن طريق فلسطين واحتلت مصر في عصر الإضمحلال الثاني. إمبراطورية يعني إيه؟ دي دولة كبيرة بتسيطر على أراضي وشعوب متعددة بفضل قوتها العسكرية والاقتصادية. بعثة تجارية دي مجموعة ترسل للقيام بعمل تجاري بيساعد على توطيد العلاقات التجارية بين الدول. معاهدة يعني ايه؟ المعاهدة دي عبارة عن اتفاق بين دولتين او اكتر لتنظيم العلاقات بينهم. طب منظمة اليونسكو دي هيئة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وهي مسؤولة عن التربية والثقافة والعلوم. عصر المتأخر دي الفترة اللي عقبت سقوط الدولة الحديثة، يعني الفترة اللي جت بعد سقوط الدولة الحديثة، حيث ساد البلاد حالة من الضعف عرضتها للأطماع الخارجية. طيب الحياة السياسية يعني ايه؟ هي نظام الحكم والسلطات المختلفة الموجودة في المجتمع لإدارة شؤونه والعلاقات اللي بتربط بين الحكام وأفراد المجتمع. دي الحياة السياسية. طيب يعني ايه أسطول بحري؟ ده عدد من السفن المجهزة لصد المعتدين القادمين من ناحية أو من جهة البحر. مجموعة كده من السفن تبقى مجهزة إن هي أي معتدي يجي عن طريق البحر دي بتصد الهجمات بتاعته. طب الحياة الدينية دي مجموعة المعتقدات والشعائر والطقوس التي كان بيؤديها المصري القديم. كلمة بعث يعني إيه؟ البعث هي عودة الحياة للمتوفي بعد الموت. طب خلود يعني اللي هو عودة الموت أو عودة الموت. توحيد يعني عبادة إله واحد. حياة اقتصادية هي مجموعة الأنشطة البشرية اللي كان بيمارسها المصريون القدماء عبر العصور. الفصول الزراعية دي الفصول التي على أساسها قسم المصري القديم السنة الزراعية ل3 فصول. صناعة يعني إيه؟ يعني تحويل المواد الخام من صورة إلى صورة أخرى، دي الصناعة. التجارة الداخلية هي حركة البيع والشراء اللي كانت بتتم بين القرى والمدن المصرية. تجارة خارجية بقى حركة بيع وشراء برضو، بس دي كانت بتتم بين مصر والدول الأخرى لأن هي خارجية.
نظام المقايضة دي مبادلة سلعة بسلعة أخرى. كده خلاص خلصنا مراجعة التاريخ. كل التاريخ أو يعتبر منهج التاريخ جمعناه في مجموعة من الأسئلة، إن شاء الله تكون مراجعة ليكم ليلة الامتحان. ولو عندكم برضو أي سؤال اكتبوهولي، وأتمنى ليكم التوفيق وأتمنى ليكم النجاح والتفوق، ومع السلامة في حفظ الله وفي رعايته.